جيت تعبانة من البراكتيك مستوية. قالوا لي الولاد بدهم فاهيتا سندويشات، قلت معلش يلا. طلعت كيلو صدور دجاج، قطعتها وسويتها فاهيتا. كتير شكلها طلع حلو بعدها، بس انا قسمت منه. تعالوا نبلش نقطع كيلو الدجاج، صدور الدجاج قطع عادية، مو صغيرة ولا كبيرة، وسط. أنا بعد ما جبته قطعته غسلته، بعدين بعد التقطيع بتغسليه مظبوط دورين مرتين. ما بياخد شغل كتير، هي الطبخة كتير ما بتاخد شغلتها سهلة كتير. هون قطعت حبة فلفل أخضر، بتريدوا تحطوها حادة، بتريدوا تحطيها حلوة، عادي، هو على حسب ما انت بدك. بعد ما قطعته بتقطعيهم مكعبات وسط. الفلفل الأخضر بيستوي فورا، ما بيطول، فمشان تحافظي على منظره بين الفاهيتا ما بصير تحطيه بالأول. مثل ما هيك قطعته، شايفين مكعبات. جبت بصلة حبة كبيرة قطعتها، كمان قطعتها قطع، ما أنا صغيرة ولا أنا كبيرة، بس هو ما بدها شي. الفاهيتا يعني شغلتها كتير سهلة. حطيت طاولة على النار، طنجرة صغيرة، وحطيت فيها شوية زيت. بالأول بنحط زيت مرة ومرتين وثلاثة. بالأول حط زيت، بنقلي البصل، إذا شفتي الزيت قليل حطي كمان عادي. هلا هون أنا شفت الزيت قليل، حطيت شوي تاني زيت. بعدين بقى بنجيب قطع الدجاج بعد ما غسلناها ونظفناها مظبوط. طبعا انا صدر الفروج عم بجيبه مفرز، لان الفريش غالي كتير 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 غالي. جبت صدور دجاج المقطع، حطيت عليها حوالي معلقتين كاري كبار او معلقة ونص كبار، يعني كاري حلو. فيكم تستخدموا الكاري الحار عادي. بعد الكاري حطيت شوية ملح، وبعدين حطيت ماجي ابيض، هو المنكه معزز نكهة الاكل. هون بقى حطيت بصل مجفف مطحون، تحطي قدر معلقة صغيرة، وبتحطي توم مجفف مطحون كمان قدر معلقة صغيرة. هي شغلتها سهلة كتير وما بدها التعقيدة الطويلة كلها. طبخة سهلة ومرتبة وبتحبيها، راح تحبيها كتير وكتير راح يحبوها أولادك. أنا لأني أولادي يحبوها بعملها بالأسبوع مرتين، أوقات على حسب. حطيت فلفل أبيض مطحون، وهو مو ضروري، بس أنا حطيته هيك للنكهة. فيكم تستغنوا عن الماجي الأبيض اللي قلت لكم عليه معزز نكهة الأكل، فيكم تستغنوا عنه. هون حركت البصل حتى دبل. أنا اختصرت الفيديو، أوقات كتير اختصرت بالفيديو مشان ما تاخد وقت طويل الطبخة. هون أنا اختصرت منه لحتى استوت البصلات، دبلوا البصلات. هلا بحط الدجاج، صدور الدجاج المقطع، وبقلبهم
طبعا انا شغلت الفرن وفتحت بابه وطلعت الصواني مشان احط الصينية بالفرن بعد ما اخلص اعمل رول سندويشات. اهم شي لما انتو بدكم تشتغلوا بالمطبخ المفروض ما تلبسوا ابدا اكسسوارات ولا ساعة ولا ذهب ولا اسوارة ولا خواتم ولا شيء، لانه يعني مشان النظافة. هاي اول شي. تاني شي لازم ترفعوا عن ايديكم، ما بيصير الواحد يكون كمامة نازلين ولابسي ذهب مثلا وعم تشتغل بالمطبخ، هذا بيعمل بكتيريا تحت الذهب. حطيت انا هلا الفليفلة، اكسسوارات ممنوع تلبسيها بالمطبخ. لما تشتغلي ممنوع تلبسي اكسسوارات وهيك اشياء. لازم يكون الشخص ما عنده غير ثيابه او ثياب الطبخ. هون جبت جرادة كريمة فريش. بتحطي الكريمة فريش، بتحطي نص علبة. انا حطيت نص علبة يعني قدر 4 ملاعق كبار. هلا هاي انا كبرتها يعني قدر 4 ملاعق كبار كريمة فريش. اذا ما عندك كريمة فريش حطي جراد فيل، حطي لبن، اي شيء، المهم لبن بس حليب وجردة لا. هون بعد ما حطيتون شفتوا نص العلبة حطيت بس اجباري، لاني بدنا الزوم تبع الفروج المرقة تبعت الطبخة، لازمتنا اجباري لازم نحط من هاي مشان يصير عنا شوية مرق يعني صبة منها. هون بدك تقطعي جبنة وتبشريها مشان تحطي على وش الفاهيتا تطلع طيبة. هون غطيتها تستوي. بعد ما تستوي ان شاء الله بدنا نبلش نعملها رولات. هون جايبة خبز، انا خبز التورتيلا، خبز الشاورما من عند العربي بيجيبوه. فيكم تستخدموا خبز التورتيلا اللي بينباع بالمحلات، بس انا جبت هاد الكبير كان عندي من قبل، فقلت بستخدمون احسن ما يضلوا يعني يخربوا اكبون. بتقطعيهم بالطريقة اللي انا عم اقطعه شايفين. هلا هاي اذا الخبزة عندك كبيرة، بس اذا خبز التورتيلا المدور ما في داعي لا تقطعي ولا شي، على حالة بتستخدميها للخبزة. هون جينا بعد ما خلصت كل شي واستوت الفاهيتا، جينا بقى هاي الخبز. وهون بنقطع بندورة، حبتين بندورة طماطم تقطعيهم بكرات صغار رقاق كتير مشان اللف يزبط، مشان لما تبلشي تلفيه يكون تحسني تلفيه. بلشنا بأول لفة، بتحطي معلقة من دون مرقة وقرصين طماطم تلفيها وتحطيها جنبها بالصينية. وهيك نفس الشي هاي التاني وهاي التالتة وهاي الرابعة وهاي الخامسة وهاي السادسة، 7، 8، وهي 9، وهي 10 لفات. ساعة الصينية البايركس عندي. وزاد عندي نص حبة طماطم قطعتها، قطعت طماطم اهو وزعتها فوق السندويشات. وشغلتها سهلة. بقى هلا بقى جاي دور الزوم. هاي المي اللي زادت من الدجاج، حتى لو زاد عندك قطع في قلبها قطع دجاج عادي ما في مشكلة، فيك تحطيها كلها فوق السندويشات. بدك تحطيها اجباري، لازم يكون عندك هاي المي مشان السندويشات ما يحترقوا بالفرن، لازم يكون الدجاج له مي. حطيتها فوقها ووزعتها، لازم كل الخبزات تتبلل بمية الدجاج.
كل الخبزات اتبللت، ما بدها شي، سهل كتير. وانا هون بشرت جبنة، تحطي عليها جبنة وخلصت الأمور. شغلة كتير سهلة وأكل كتير طيبة ومرتبة، بيحبوها الولاد كتير، ولادي كتير حبوها. صرت أعملها مرة أو مرتين بالأسبوع، يعني بالشهر 4 5 مرات تعمليها على برنامج الطبخ الأسبوعي تبعك. شايفين كيف؟ أنا هون شغلت الفرن على درجة حرارة 250 فوق وتحت، وعندي الشبك بقلب الفرن حطيته بالحرف بآخر وحدة من تحت. وهلا بعد ما حطيتها وجهزت الصينية، ما بدها شي، شغلتها سهلة، بس بتشيليها وبتحطيها بالفرن، أسهل منها ما في. بتحطيها حوالي 20 دقيقة، وبعدين بتيجي بتشوفيها بس اشقر وشها، خلص بتطالعيها وشوفوا كيف صارت بعد ما استوت. بس أنا كنت مستعجلة، بدي هطلع بعمر أكل غدا ياخد معه، فإجباري شلت منها قبل ما أصورها كاملة، لما طالعتها من الفرن. بس يلا، لاحقة غير مرة إن شاء الله. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، تحطوا لي لايك وتعليقاتكم الحلوة، واللي بيتجرب الوصفة تحط لي تعليق إذا كانت ضابطة معه ولا لا. بتستفيدوا، يا ريت تشتركوا عندي بالقناة ووصلوني لل100,000 مشان نعمل حفلة. شكرا كتير لكم لمتابعيني يا حبايب قلبي. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ونرجع لكم إن شاء الله مع وصفة جديدة. اشتركوا بقناتي تستفيدوا من وصفاتي. معكم شيف معمورة. باي باي.